والله على ما أقول شهيد. رأيت عليا امبارح بمنامي قبل صلاة الفجر لحيظات يشهد الله، علما أني طلبت من قلبي أن أرى آل بيت رسول الله، فرأيت عليا أبا الحسن. قلت له يا أبا الحسن، قلت له يا مجتبى يا مجتبى، فتبسم ولكني والله لم أرى وجهه، بس أنا عرفت أنه تبسم وأعطاني كتفه. يشهد الله، أعطاني كتفه والشمال. انا قلت انا ليش عم يعطيني كتفه الشمال؟ قلت له شايف يا ابا الحسن، انا صرت احبكم يا ابا الحسن، انا كنت غلطان، انا تبت الى الله وعم ابكي انا وخايفان انه بكون زعلان مني. انا يا ابا الحسن بحبكم وبحب الحسن وبحب الحسين. شفت يا ابا الحسن شو عم بيصير في الشعب الفلسطيني؟ شفت يا ابا الحسن كيف كل العالم تخلى عنهم اثناء قلبي محقون. شو بدك تقول لي يا ابا الحسن؟ والله الذي نفسي بيده بيقول لي ولا يحيق المكر السيء الا باهله. انا بالمنام عم فكر بالسعوديه وبالخليج، يشهد الله بردوش بيقول لي ولا يحيق المكر السيء الا باهله. خلصت القصه؟ لا والله. فقت رحت اجيب ليلى لانه عيني منفوخ بدي اخذ على الشغل. بتقول لي سمعت شو قال نتنياهو؟ قلت له شو قال؟ قالت لي قال بده ياخذ كل العالم العربي وبده ياخذ مش عارف شو للخليج، قال و والله ما كنت سامع الاخبار، والله وبالله ما كنت سامع الاخبار. بتصدقش الله على ما اقول شهيد. فانا بقول له لابا الحسن شفت شو عم يتامروا على الشعب الفلسطيني. بيقول لي انا ما شفت وجهه بس عرفته عم يبتسم وعاطيني كتف الشمال. بيقول لي ولا يحيط المكر السيء الا باهله. ابشر يا شعب فلسطين، شوفوا يا اهل الخليج يا اعراب، بيقول ابو حسن ولا يحيق المكر السيء الا باهله. والله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل.